السلام عليكم شباب. طيب خلينا كده نبدأ كده بسم الله. المادة بتاعتنا في الجاز داينامكس يعتبر هي مكملة للفلويدز. يعني لو قلنا كده ان احنا عندنا المادة بتاعتنا اللي هي الجاز داينامكس، المفروض اثناء دراستكم احنا كلنا عارفين ان احنا خدنا فلويد واحد اللي هي 1 وفلويد 2، وكانت كلها مبنية على افتراضات يا اما هي هتجيلك في صورة بروبلم معينة، يا اما انت بتفترضها على اساس الابليكيشن اللي هو بيجيلك في المسألة. يعني مثلا على سبيل المثال انت مثلا طول ما انت كنت بتاخد مثلا في البايب، زي مثلا انت عندك كان بايب كده بالمنظر دوت، وكنت بتفترض ان في فلو ماشي هنا، والفلو دوت ليه انلت وليه اوتلت معين. فانت كنت بتفترض ان مثلا البايب ديت لو هي المساحة بتاعتها يعتبر متساوية على المسارين، فاللي بيأثر في المسار بتاع البايب دوت هو الدلتا بي اللي هي بتنشأ بين الضغط اللي موجود عندي هنا والضغط اللي موجود عندي هنا. بينشأ عن الدلتا بي ديت المفروض ايه؟ بينشأ تغير في الكاينيتيك انرجي اللي هي بالنسبة لنا الفي، فبالتالي الفي واحد هتتغير عن الفي اتنين، ودوت عن طريق اللي هو يعتبر الانرجي ايكويشن اللي انت كنت بتاخدها في برنولي. طب هو برنولي اصلا ايكويشن دي اصلها كان ايه؟ برنولي ايكويشن ديت المفروض كانت هي معادله عامه، والمعادله العامه ديت جه برنولي دوت بدا ان هو يفترض فيها افتراضات كتيره. مثلا يعني هي كانت معادله ان جنرال فورم، وبرنولي دوت بدا ان هو يفترض ان الفلو اللي ماشي عندي في البايب دوت عباره عن ستيدي فلو. يعني الفلو بتاعي يعتبر لامينر فلو، يعني ما بيحصلش فيه اي توربulence موجوده، يعني الفلو بتاعي بيمشي بشكل مستقيم في اتجاه واحد بالمنظر دوت، وفي نفس الوقت ما بيحصلش اي توربulence موجوده بالمنظر دوت بحيث ان هو يحصل مثلا باك فلو او الكلام ده. وافترض كمان ان هو يعتبر يوني دايركشنال فلو، يعني هو بيمشي في اتجاه واحد، ما افترضش مثلا ان هو زي ما قلنا بيمشي في كذا اتجاه. وافترض ان ان الفلو دوت بالنسبه لي ما بيتاثرش بدرجه الحراره، يعتبر ان درجة الحرارة اللي موجودة عندي في الفلو دوت يعتبر ثابتة وما بتتغيرش. وأي لوسز كان بيفترضها بناء على الفريكشن لوسز، ما كانش بيجيب أي لوسز تانية بيذكرها غير الفريكشن لوسز اللي هو كان بيعملها، أو مثلا الفيتنج لوسز زي ما انتوا خدتوا قبل كده. طيب هو كان بعد الافتراضات الكتيرة دي، وطبعا كان في حاجة كمان اسمها يونيفورم فلو. يعني الفلو بتاعي مثلا المفروض ان هو بيمشي مثلا في اكس، طول ما هو بيمشي في اكس مع تغير الزمن السرعه بتاعتي في الجزء دوت من الجزء دوت مثلا في فتره زمنيه معينه، زي مثلا كانت هنا 1 متر وهنا كانت 2 متر. تمام. طيب انا قست السرعه ديت امتى؟ قستها مثلا عند تايم زيرو. جيت مثلا عند تايم مثلا 10 ثواني، وقمت قايس السرعه لقيتها برضو هنا واحد ولقيتها هنا اتنين. جيت قستها عند 100 ثانيه لقيتها برضو هنا واحد ولقيتها هنا اتنين، فده معناه ان هو يونيفورم فلو. فكل الافتراضات اللي انت شايفها دي هي في الاصل وصلتك لبرنولي ايكويشن اللي انت كنت بتكتبها بسيطه جدا، اللي هي كانت بي 1 على جاما بلس في سكوير على ال 2 جي بلس الزد. كل ده بالنسبه لنا كان بيساوي كونستانت. بس في الاصل المعادله ما كانتش بالطريقه دي، المعادله كانت ان جنرال فورم بطريقه معينه، وبدا ان هو يلخصها. تمام. طيب هو لخصها بناء على حاجه اسمها رينولد ثيرم. ورينولد ثيرم دي ان شاء الله هنتكلم عنها ان شاء الله السكشن الجاي، ونبدا ان احنا ايه نشتغل عليها. احنا النهارده ان شاء الله يعتبر هنشتغل على ايه؟ نشتغل يعتبر جزء ثيرموداينامكس شويه، ان احنا هنتكلم عن الفيرست لو في ثيرموداينامكس، وهنتكلم برضو عن السكند لو في ثيرموداينامكس، ومعظم المسائل بتاعتنا يعتبر هي فيرست لو في ثيرموداينامكس. انا ان شاء الله هبدا معاكم ان شاء الله باللي يهمنا على طول، لان يعتبر السكشن دوت والسكشن اللي جاي هو عباره عن انترودكشن، ومعظم معظم المسائل اللي احنا هنشرحها ان شاء الله في السكشن الدكتور ما بيخرجش عن المسائل دي. يعني انت ذاكر السكشن كويس جدا، او ذاكر الشيت بقى بشكل عام كويس جدا، لان طبعا السكشن مش هيغطي مسائل الشيت كلها، هو يعتبر هيغطي افكار الشيت. اللي احنا كنا كمان بنتكلم عنه بالنسبه للجاز داينامكس، هو ليه اصلا احنا سميناها جاز داينامكس؟ الفكره كلها في الفلويد، ان انت كان عندك الفلويد دوت اصلا كان عباره عن جاز وعباره عن ليكويد. كان من ضمن الافتراضات برضو في برنولي، لان اللي انا ما نسيت اتكلم عليها، ان انت كنت دايما بتفترض في المسائل بتاعتك ان الفلويد بتاعك دوت بيكون incompressible flow. طيب incompressible flow يعني ايه؟ يعني بالنسبه لي هو المعامل الانضغاطيه بتاعته بيكون كبير جدا، فبالتالي بيكون التغير كثافه الفلو بتاعي ما بتتاثرش قوي بالنسبه لتغير الايه الضغط. كل ما اجي اغير في الضغط الاقي بالنسبه لي يعتبر الكثافه بتاعتي ايه؟ يعتبر ثابته عند نفس قيم الضغط دي. فانا كنت دايما بفترض ان الفلو بتاعي هو incompressible flow، سواء كان غاز او سواء كان ليكويد.
طيب هو اصلا معظم الليكويدز زي ما احنا عارفين انكمبرسبل فلو مظبوط. طيب هو الجاز اصلا ممكن افترض ان هو انكمبرسبل فلو؟ الجاز انا ممكن افترضه كومبرسبل فلو زي الحاله الطبيعيه بتاعته، وكأن كومبرسبل فلو اللي هو يعتبر الجزء الافتراضي اللي احنا كنا بنفترضه قبل كده. المفروض بقى الصح بتاعنا او اللي احنا هنعمله ان شاء الله في الجاز داينامكس ان انت المفروض بتفترض الجزء دوت عند كونديشن معين. الكونديشن دوت بيقول ايه؟ ان دلتا رو على الرو تكون اصغر من او بتساوي 5%. طيب يعني انا ايه؟ يعني معدل تغير الكثافه بالنسبه لي من مكان لمكان او في نفس اللحظه حتى لنفس الفلو دوت من نقطه للتانيه ما بتتغيرش بنسبه 5 من ايه؟ من 100. او ان احنا برضو لما نيجي ناخد حاجه اسمها الماخ نمبر، ان الماخ نمبر بتاعي يكون اقل من 3 من 10، وهنعرف يعني ايه ماخ نمبر قدام. تمام؟ ده كده الافتراض اللي انت كنت بتفترض فيه ان الجاز بتاعك هو ايه؟ انكمبرسبل. وكنا نعتبر بنتكلم عن ان الجاز دوت بيكون هو بيرفكت جاز. تمام؟ بيرفكت جاز ليه؟ لان بالنسبه لي الكونستانت سبيسيفيك هيت بتاعته بتكون كونستانت، قصدي السبيسيفيك هيت اسف بتاعته بتكون كونستانت اللي هو السي في، والسي بي بيكونوا كونستانت. الماده بتاعتي بقى او الماده بتاعتنا يعتبر ان احنا الجاز داينامكس احنا يعتبر خصصنا الفلويد بتاعي، ما اتكلمناش بقى على ليكويد وجاز، لا احنا خصصناها اكتر على الجاز لان هو اللي بيكون كومبريسبل اكتر. تمام؟ فاحنا بالنسبه لنا هندرس الداينامكس بتاعه الجاز في حاله ان هو يكون ايه؟ كومبريسبل او انكمبريسبل. ده يعتبر هو الكور او الاساس بتاع الايه؟ المنهج بتاعنا هو مبني على الاساس ده. طيب احنا المفروض هناخد ايه اثناء المنهج بتاعنا؟ احنا اول حاجه بالنسبه لنا او اللي انتوا خدتوها بالفعل هي الانترودكشن، والشابتر اللي بعد كده ان شاء الله هتاخدوا الساوند ويف، وهنعرف الفايده بتاعت الساوند ويف ايه بعد كده. وبعد كده هتاخد حاجه اسمها الايزنتروبيك فلو. تمام؟ واحنا طبعا عارفين الايزنتروبيك هي عباره عن ادياباتيك ريفرسبل. فدوت معناه ايه؟ معناه ان انا الفلو بتاعي دوت ممكن يكون كومبريسبل، بس انا افترضت في ان الفلو دوت عباره عن ايه؟ عباره عن ان هو ريفرسبل وفي نفس الوقت ادياباتيك. لان احنا نعتبر ان شاء الله هنفهم ان مش سهل ان انت تبدا ان انت تعمل ديزاين او تعمل مثلا بروسيس لفلو في الحاله الطبيعيه بتاعته. لان انت برضو الى حد ما هتفترض برضو حبه حاجات ثيوريتيكال شويه عشان تبدا ان انت تشتغل كثيوريتيكال. طيب كابليكيشن بعد كده مثلا عندك برنامج زي انسز، انت هتحط له عادي اللي هي الحاجات اللي موجوده عندك في الواقع اللي هي الاكشوال بتاعتك، ويبدا ان هو يعمل لها بروسيسنج ويبدا ان هو يطلعها لك في صوره ايه؟ في صوره ريزلتس موجوده. رابع حاجه احنا هناخد حاجه اسمها الشوك ويف. واخر حاجه ان شاء الله ان احنا هناخد ابلكيشنز صغيره كده. الابلكيشن ديت هتبقى عباره عن حاجه اسمها conversion diversion nozzle، وهناخد ان شاء الله حاجه اسمها الويند تانل. سريعا كده احنا في الانترودكشن دي هنتكلم على بيزكس في الثيرموداينامكس اللي هو زي ما قلنا كده اللي هو بالنسبه لنا الفيرست لو والسكند لو بنسبه اكبر. وهنتكلم برضو على بيزك كده في الايه؟ في الفلويد عندنا اللي هي يعتبر بالنسبه لي الكونتينيوتي ايكويشن والمومنتوم ايكويشن والانرجي ايكويشن. طيب في الساوند ويف بقى انت هتبدا ان انت تدرس بالنسبه لك الهواء او الغاز اللي موجود عندك دوت هو مثلا بيمشي بسرعه قد ايه. فالسرعه اللي انت بتمشيها دي انت بتقيس السرعه ديت بناء على سرعه الصوت اللي هي السبيد اوف ساوند، وبتقيسها بناء على حاجه اسمها ماخ نمبر، وماخ نمبر دوت بيكون بناء على السرعه بتاعه الصوت. تمام؟ فحتى انتوا المفروض يعني لو الناس مثلا سمعت شويه قبل كده عن حاجه اسمها سوبر سونيك، تمام، اللي هي الايربلين سوبر سونيك، ان هي بتكون الماك نمبر بتاعها بيكون اعلى من الواحد. ولو هي بواحد بالنسبه لنا يبقى هي كده بالنسبه لي هي سونيك سبيد، ولو اقل من واحد بالنسبه لنا يبقى ساب سونيك سبيد. طيب معظم يعني في السونيك دوت احنا قلنا ان الماك دوت المفروض هيبقى اقل من الواحد، بتساوي واحد، واكبر من الواحد. لو هو اكبر من الواحد طبعا هيحصل ايه؟ هيحصل نظام ان الهواء بتاعي اللي انا كنت يعني هنفترض دلوقتي ان انت كان عندك مثلا طياره، وفي الطياره اللي موجوده عندنا ديت الطياره ديت ماشيه بسرعه كبيره جدا. السرعه ديت مثلا ممكن توصل ل 1000 متر في الثانيه.
ممكن تبقى اكتر من كده، ممكن تبقى 3000 متر في الثانيه، بس انا بديك مثال بس صغير كده. فالسرعه ديت المفروض ان هي ماشيه سرعه الهواء اللي موجوده عندك في الجو بتكون صغيره. يعني مثلا مثلا سرعه الهواء اللي موجوده في الجو مثلا ممكن مثلا توصل ل 2 متر في الثانيه، 3 متر في الثانيه، حتى 10 متر في الثانيه مثلا لو احنا افترضنا ان هي عاليه. فالعشرة ديت بالنسبة للألف هي حاجة ولا تذكر. فكأن الهواء دوت بالنسبة لي ساكن، وكأن الفيلوسي بتاعت الطيارة دي عالية جدا. فنتيجة كده بيحصل صدمة للهواء، والصدمة ديت عن طريقها بتعمل حاجة اسمها شوك ويف. شوك ويف ديت بتبقى عاملة زي تأثير كده اللي هو الووتر هامر افكت. ان انت عندك في الووتر هامر بيحصل صوت كبير جدا مرة واحدة لما بتيجي تفتح مثلا حنفيه الميه مره واحده. نفس الفكره كده بتحصل هنا في الايه، في الجزء بتاع اللي هو جاز دينامكس. طيب انا مثلا عايز اعمل اختبارات للطياره دي عشان اتاكد لما تيجي تطلع في الجو بسرعه 1000 متر في الثانيه ما يحصلش فيها شوك ويف، ما يحصلش فيها فيلير، ما يحصلش فيها اي حاجه. فانا بعمل ايه؟ ببدا ان انا اعمل ديزاين لحاجه اسمها ويند تانل. الويند تانل ديت بعمل فيها ايه؟ بمشي فيها، بتبقى عندي كده بالمنظر دوت، وانا عندي مثلا هنا مثلا الطياره اللي موجوده عندي هنا دي، والطياره دي بالنسبه لي انا مثبتها جوه الويند تانل بالمنظر ده. وهاجي ابدا امرر من هنا هواء، والهواء دوت المره دي هو اللي هخلي الفيلوسيتي بتاعته 1000 متر في الثانيه، والطياره بتاعتي هي اللي بالنسبه لي السرعه بتاعتها بصفر. وهبدا ان انا امرر الهواء دوت بالكونديشن بتاعتي. فانا كده بعمل حاجه اسمها انفرس داينامكس. انا بس عكست الاثنين مكان بعض عشان ابدا ان انا اقدر ان انا اعمل ايه، اعمل ديزاين، وابدا ان انا اشوف هل فعلا الديزاين بتاع الطياره اللي انا عامله ده هيستحمل ولا لا. نفس الفكره برضو الكونفرجن دايفرجن نوزل دي بتكون جزء من الويند تانل، وانا بصمم من الويند تانل دي حاجه مهمه قوي هنبقى نستخدمها. والجزء بتاع الكونفرجن ديفرجن نوزل دي برضو موجوده في الانجن بتاع الطياره. يعني يعتبر برضو هو كابليكيشن للانجن اللي موجود في الطياره اصلا بيكون فيه كونفرجن دايفرجنت نوزل، وهنعرف ان شاء الله استخدامها. يعني ان شاء الله هحاول في كل حاجه كده في الماده، لان الماده يعتبر هي ثيوريتيكال هتلاقيها رخمه، وهتلاقي ان فيها معادلات كتير. هحاول ان شاء الله اربط لك كل حاجه كده بابليكيشن معين بحيث ان انت بس تفتكرها، بحيث ان الدنيا تبقى سهله ان شاء الله معاك. ده كده شكل المنهج ان شاء الله بتاعنا بتاع الجاز داينامكس. احنا ان شاء الله هنتكلم النهارده عن الثيرموداينامكس بس اللي موجود في الانترودكشن كفيرست لو سكند لو. في حد عنده كده اي سؤال او اي مشكله؟ بالنسبه لنا يعني انا بفضل في الجزء بتاع الانترودكشن ده بالذات انت في المحاضره ذاكر المحاضره كويس. ليه؟ لان الدكتور دايما كامتحان، انا دلوقتي بكلمك كامتحان عشان تبقى فاهم الدنيا كميد ترم مثلا او فاينل. هو في الغالب هيجيب لك مثلا كويستشن واحد مثلا وكويستشن اتنين. كويستشن واحد دوت هيجيبه لك سي مثلا A و B و C، وكويستشن اتنين ده مثلا هيجيبه لك مثلا سي A و B مثلا. كويستشن واحد مثلا هيبقى على شابتر، وكويستشن اتنين مثلا على شابتر. طب هو مثلا خد معاك 3 شباتر، هيعمل برضو سؤالين مثلا ضامنين برضو 3 شباتر هنا. فهنفترض ان هو مثلا هياخد مثلا الشابتر الاول والشابتر الثاني، المفروض ان هو هياخد اكتر من كده، تمام؟ هنفترض بس الجزئيه دي. فهو في الغالب بيعمل مثلا A و B دوت مثلا سي مثلا لو السؤال كله هنا مثلا ب 10 درجات كمثال مثلا، وهنا برضه ب 10 درجات، طبعا على حسب بقى ايه درجه الامتحان بعد كده. هيعمل مثلا A و B دوت مثلا ب6 درجات، وسي مثلا هنا ب4، ويجي مثلا على A و B ديت يعملها 5 ويعملها هنا 5، تمام؟ طيب هو بيعمل ايه؟ بيجي دايما على السي والبي هنا، هتبقى بالنسبه لك دي مساله، ده كده بالنسبه لك هي بروبلم موجوده. والمسائل الدكتور من النوع اللي هو يعني ما بيلعبش في المسائل قوي، يعني هتلاقي المساله زي الشيت وارقامها مختلفه، او زي الشيت بس يعني ايه نفس فكره الشيت بس يعني نفس البروسيس بتاعه الحل اللي احنا هنحلها، بس مش شرط تكون نفس مساله من الشيت بالظبط، وممكن يجيب لك مساله من الشيت بالظبط، يعني انت وايه انت ونصيبك. طيب بالنسبه لاي وبي وايه هنا، ده بيكون جزء نظري، جزء جاي من المحاضره. طيب المحاضره مثلا هيبقى فيها مسائل؟ لا، هو في الغالب مش هيجيب لك مساله برضه، هيجيب لك سؤال نظري. زي مثلا هو هيبقى مثلا ان شاء الله بعد كده قدام في بعض الاثباتات وهو بيشرح في المحاضرات هيقول لك الاثبات دوت ممكن يجي في الامتحان. فانت خليك عارف كويس قوي ايه هي الاثباتات اللي ممكن تيجي في الامتحان. ماشي، دي اول حاجه، لان هو ممكن يجيب من الثلاث نقط دولت اثبات، وممكن يجيب سؤال نظري بقى اللي هو مثلا يقول لك يعني ايه مثلا سي ايزنتروبيك فلو، على افتراض ان احنا بناخد الانترودكشن دلوقتي. ممكن يقول لك مثلا ايه هي مثلا الكونتينيوتي الايكويشن، وممكن يقول لك اثبت الجزء بتاع الكونتينيوتي ايكويشن لحد ما توصل للفورمولا المعينه دي. ايا كان السؤال ذاكر المحاضره كويس وحاول تفهمها، محدش يبصم حاجه.
وبالنسبه للمسائل ان شاء الله مش هتخرج بره الشتات، او على الاقل هتبقى افكار زي الشتات. احنا ان شاء الله بالنسبه لنا احنا طبعا احنا عارفين ان الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، خلينا نبدا بيها كده، ان هي كانت بتقول ان انا عندي كيو نت ماينس دبليو نت بلس الام اي، ودوت بالنسبه لنا اللي هو الان، ماينس الام اي اللي هي الاوت، بتساوي الدلتا اي سيستم. والدلتا اي سيستم ديت المفروض ان هي كانت ايه؟ عباره عن الانترنال انرجي والكاينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي. يعني هنفترض ايه؟ هنفترض دلوقتي ان انا مثلا كان عندي تانك، والتانك دوت ليه انبوت وليه اوتبوت معين، وفي الانبوت والاوتبوت دوت المفروض ان انا عندي التانك دوت، انا عايز ادرس التانك ده. يعني انا عايز ادرس التانك دوت، يعني انا دلوقتي عايز ادرس السيستم اللي هو بالنسبه لي في الحاله ديت اللي هو التانك. فانا بالنسبه لي هعتبر ان الخط المنقط ده السيستم اللي انا هدرسه، والسيستم اللي انا هدرسه ده هو الميه اللي جوه التانك او الفلو اللي جوه التانك. تمام؟ فالدلتا اي سيستم اللي موجوده عندي هي بتعبر عن الكنترول سيستم بتاعي او الكنترول فوليوم اللي انت وصفته في المساله بتاعتك او في الابلكيشن بتاعك. فانت بتبدا ان انت تشوف هل السيستم اللي موجود عندك جوه دوت، هل الفلو اللي موجود مثلا سي جوه ده، هل ليه انترنال انرجي معينه، هل ليه كاينيتيك انرجي معينه، ولا هو بالنسبه لي بيمشي بشكل سموث. فالدلتا كاينيتيك انرجي اللي هو معدل التغير في طاقه الحركه ممكن يكون معدوم، وكذلك برضو طاقه الوضع برضو ممكن يكون ايه؟ معدوم. طيب بالنسبه بقى للانلت والاوتلت، فانا حابب بيبقى عندي الفلو بتاعي هنا الانلت بتاعنا، وده بالنسبه لي هو الحاله بتاعه الاوتلت. تمام؟ نفس الفكره برضو لو انا عندي برضو هنا في الكيو نت المفروض بيكون في عندي كيو ان. تمام؟ ونفس الفكره هنا بره السيستم ممكن يطلع في كيو لوست او كيو اوت، اللي هي بالنسبه لنا هي الكيو لوست. تمام؟ الدبليو نت ديت بالنسبه لي اللي هو سي مثلا كان السيستم بتاعي دوت عباره عن كومبريسور. فالكمبريسور دوت المفروض ان هو بيبقى ايه؟ الكمبريسور من خصائصه ان هو بيحتاج باور، فبالتالي هيبقى فيه باور ايه؟ باور ان. طب لو افترضنا ان نفس الشكل ده كده كأن هو بالنسبه لي هو البامب، فالبامب من الخصائص بتاعتها ان هي بتحتاج برضو باور. البامب برضو بتحتاج باور. لو افترضنا ان احنا الشكل دوت عباره عن تربن او ترباين، فالترباين من الخصائص بتاعتها ان انا بدخل الفلو دوت المفروض بيكون فيه شافت كده. الشافت دوت مثلا هنا بيكون فيه مجموعه من الريش كبيره كده، ومجموعه الريش دي بتكون معموله بزاويه معينه. تمام؟ وبنسميها الاير فويل بتاعتنا، زي بالظبط الاير فويل بتاع الطياره كده، بتتعمل بديزاين مشابه ليها. وتبدا ان الفلو بتاعي هيبدا ان هو يخبط في الريش دي، فنتيجه ان هو بيخبط في الريش هتلاقي ان هو ايه؟ بيلفف الشافت ده. فنتيجه بعد ما يلفف الشافت ده مثلا سي ممكن يكون متوصل مع هنا جنريتور. فالجنريتور دوت المفروض ان هو هيعمل ايه؟ هيولد لك كهرباء نتيجه الايه؟ ان هو متوصل مع الشافت اللي هو لف نتيجه الحركه بتاعه الفلو. نفس الفكره بالظبط بتاعه السد العالي كده، ان انت بيكون عندك ميه متخزنه في السد، وبتبدا ان انت تعديها على ترباينز، والترباينز ديت بتوصلها مع جنريتور، تبدا انها تطلع لك طاقه او تطلع لك باور. فبالتالي في السيستم دوت كأن انا كده عندي الباور هي اللي اوت. فيكون عندي الدبليو نت دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الدبليو اوت ماينس الدبليو ان. فانا بشوف انا هل داخل لي باور ولا انا اللي بطلع الباور بناء على السيستم اللي موجوده عندي. دي كده هي بالنسبه لنا هي الصوره العامه بالنسبه للفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. المهم ان احنا نبقى عارفين الشكل دوت. نفتكر بقى مع بعض حبه حاجات كده، ان الدلتا يو ديت كانت بالنسبه لي عباره عن الام في اليو سمول، او الدلتا يو سمول اللي هي بالنسبه لنا كانت السي في تي 2 ماينس تي 1. طبعا دوت بالنسبه لايه؟ بالنسبه مثلا لو كان هو بيرفكت جاز، لان هو لو ما كانش بيرفكت جاز فالسي في دي بالنسبه لي هتبقى متغيره. فهقول بقى سي في 1 او سي في 2 ماينس سي في تي 1. بالنسبه بقى للجزء اللي هو بتاع الام اي ان والام اي اوت، دي المفروض لما كنا بنيجي نفردها كده كانت عباره عن الكتله اللي هي بالنسبه لي الاوت اللي هي الخارجه، مضروبه في الانثالبي. والانثالبي ديت المفروض ان هي كانت متقسمه لجزئين. كانت متقسمه للبي في اللي احنا بنسميها الفلو انرجي، بلس اليو اللي هي الانترنال انرجي اللي متكونه عندي في الجزء اللي عند الاوتلت ده، زائد الكاينيتيك انرجي بتاعتي او الفي سكوير على الاثنين اللي هي برضو موجوده عند مين؟ عند الاوتلت. الناس تركز في الجزئيه دي. انا دلوقتي بتكلم على الكاينيتيك انرجي اللي موجوده في الاوتلت، اما هنا
كنت بتكلم على الكاينيتيك انرجي اللي موجوده جوه السيستم نفسه، تمام. وبعد كده الجي اوف جي زد اللي هي كانها البوتنشال انرجي برضو بتاعت مين اللي عند الاوتلت. نفس الفكره برضو لما اجي اطبق في الان، ان هي هيبقى عندي برضو الانثالبي اللي هي عباره عن البي في بلس اليو بلس الفي سكوير على الاثنين بلس الجي زد، تمام. ده كده المفروض هو القانون بتاعنا بكل التفاصيل بتاعته. اي مساله هتجيلك انت هتطبق فيها الجزء ده. طيب في بعض المسائل هيزود جزئيه صغيره، ان هو مثلا هيخليك تستخدم الكونتينيوتي ايكويشن. طبعا احنا عارفين كلنا في الكونتينيوتي ايكويشن ان احنا كنا عارفين ان القانون بتاعها عباره عن رو 1 a1 v1 بتساوي رو 2 a2 v2. طيب القانون دوت اللي هو بتاع الكونتينيوتي ايكويشن دوت كان المفروض في حاجه اسمها الماس كونزرفيشن. الماس كونزرفيشن ديت المفروض دي معادله في جنرال فورم برضو، والمعادله دي ان شاء الله هنتكلم عليها شويه واحنا بنشتغل في السكشن الجاي. بعد انت اثناء المعادله دي المفروض كنت بتختصرها ويتطلع في الاخر القانون بالمنظر ده، وكنت بتشتغل دايما في الفلويد القانون بالمنظر ده. فاحنا برضو في الانترودكشن، انت في الانترودكشن ملزم ان انت تشتغل بالقانون ده عادي، الا اذا لو جه في مساله معينه هقول لك مثلا اشتغل بايه بالقانون الثاني. طيب في بعض المسائل ممكن نحتاج الجزء بتاع الكونتينيوتي ايكويشن دوت مع الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس على حسب المطالب اللي موجوده. طبعا كل دوت كان بيساوي الام. سكند لو اوف ثيرموداينامكس هنبقى نشرحه مع المساله على طول، هو عليه مساله واحده بس في الشيت كله. طيب خلينا نشوف الشيت كده مع بعض. انت المطلوب منك في الجزء بتاع اللي هو الكونسبشوال كويستشن ده ان انت تيجي تاخد السؤال وتحاول تطلع اجابته من المحاضره، تمام. وتفهم بس ان هو لو جه حب ان هو يحط سؤال للجزئيه ديت هيحطه ازاي، محدش يحفظ حاجه يعني. الجزء بقى بتاع المسائل، الجزء بتاع المسائل اللي هو بتاعنا اللي هو بتاع الابليكيشن. احنا ان شاء الله هنحل مع بعض النهارده رقم 3 ورقم 4 ورقم 6 ورقم 9 ورقم 12. طيب هتلاقي في بعض المسائل في النص كده دي هتتحل السكشن الجاي، وفي بعض المسائل هتلاقي افكارها متشابهه. يعني مثلا سي 3 و4 مغطيه نفس الافكار بتاعه 1 و2، تمام. فبالنسبه لكم 1 و2 هتبقى متسابه، وممكن برضو تطلب كاساينمنت على حسب ما هيتم الترتيب ليها بعد كده. خلينا نبدا كده مع بعض باول مساله معانا اللي هي رقم 3. ادي رقم 3 اهو. اول حاجه ان هو بيقول لي ان هو ايه، عندي هنا مديني 3 من 10 متر مكعب ريجيد فيزل، تمام. فانا كده معايا ريجيد فيزل موجوده. الريجيد فيزل دي ليها فوليوم معين ب 3 من 10 متر مكعب، وقال لي ان هي يعتبر بتحتوي على هواء، والهواء دوت درجه الحراره بتاعته كانت ب 50 درجه مئويه، والبريشر بتاعي كان ب 6 من 10 ميجا باسكال. وبعد كده قال لي ان في هيت از ترانسفير تو ذا فيزل، وقال ان هو تو ايه تو ذا فيزل. يبقى انا كده يعتبر عندي ايه، عندي كيو ان داخله للفيزل دوت بمقدار قد ايه، بمقدار 30 واط. طيب المفروض اصلا ان الكيو بتاعتي بالايه، بالجول، بس هو اداني بالوات. يبقى انا كده يعتبر الجزء دوت هسميه كيو دوت ان بدل ما هتبقى كيو ان. طيب ادام هي كيو دوت ان، فانت هتيجي في القانون اللي احنا حطيناه فوق ده، هتخلي كل دوت بالنسبه لك كاننا عملنا تفاضل ليه بالنسبه للتايم، تمام. فهيبقى كله بالنسبه لنا كيو دوت دبليو دوت ام دوت ام دوت وهكذا، تمام. فهو نفس القانون، بس الفكره ان انت بس هتزود الايه، الجزء بتاع التفاضل بالنسبه للتايم ده. مدينا ان الكيو ان دي او الكيو دوت ان بقى ب 30 واط. وبعد كده عايز ايه، عايز الريت اوف تمبريتشر رايز ان ذا فيزل، يعني ايه معدل ارتفاع درجه الحراره بالنسبه للتايم. دي اول حاجه، بناء على اساس ان التايم بتاعي في الحاله الاولانيه كان بايه، ب 50 درجه، والبريشر بتاعي كان ب 6 من 10 ميجا باسكال. تاني حاجه بيقول لو انا سمحت، طيب خلي المطلوب التاني دوت لما نخلص الجزء الاول. هو دلوقتي عايز الدلتا تي بالنسبه للتايم، فانت كل اللي عندك ان انت هتطبق القانون نفس ما احنا كنا عملناه من شويه كده. طيب الدلتا اي سيستم دي بقى مش هنخليها دلتا اي سيستم، لان احنا هنفضلها بالنسبه للتايم، فهتبقى بالنسبه لي دي اي سيستم باي دي تي. وده بالنسبه لنا هتبقى هنا ام دوت وهنا دبليو دوت وهنا كيو دوت. لو جينا كده بناء على اللي موجود عندنا في المساله، احنا عندنا ديت بالنسبه لي هو ريجيد فيزل، والريجيد فيزل دوت مفيش غير بس هيت ترانسفير بتنتقل ليه
في صوره كيو ان. طيب هو كيو ان ديت كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن كيو ان ماينس الكيو اوت. فانا بالنسبه لي كده كيو ان ليها قيمه اللي هي كيو دوت الان ماينس الكيو دوت الاوت ديت بالنسبه لنا بكام؟ بصفر. وديت بالنسبه لي ريجيد فيزل مفيش فيها اي شغل بيتكون غير ان انا بس ان في انتقال حراره بيدخل للريجيد فيزل ده، فمفيش اي شغل، مفيش اي باور سواء ان سواء اوتلت. فكده الدبليو نت دي كلها بالنسبه لي بكام؟ بزيرو. الجزء اللي بعد كده بقى اللي هو الام دوت اي ان والام دوت اي اوت. طيب الام دوت اي ان دوت احنا قلنا الاي ديت عباره عن ايه؟ عباره عن اتش بلس كاينيتيك انرجي اللي هو الفي سكوير على الاثنين بلس الجزء الثاني بتاعنا اللي هو الجي اي اسف اللي هو الجي زد. طيب انا دلوقتي بالنسبه لي ده ريجيد فيزل مفيش انلت ومفيش اوتلت، فانا بعمل ايه؟ بقول انا عندي كيس 1 وكيس 2. يعني انا مثلا عندي نفس الريجيد فيزل كده، وعلى اساس ان ديت بالنسبه لنا كيس 1 ودي مثلا كيس 2. في كيس 1 و2 انا كل اللي اختلف عندي التي 1 ديت كانت ب 50 درجه، ونتيجه ان في درجه حراره دخلت لها فالتي 2 بتاعتي بقت ايه؟ بقت اكبر شويه من الايه؟ من التي 1 بس بقيمه انا مش عارفها، بدليل ان انا لسه هجيب الايه؟ الدلتا تي على التي. طب هل في اي فلو انرجي موجوده عندي اصلا او في انثالبي موجوده اختلفت في الكيس 1 عن الكيس 2؟ هي نفس الانثالبي، يعني الاتش ان دي هي بالنسبه لي هنا هتبقى هي الاتش اوت. تمام. نفس الفكره برضو الفي سكوير على الاثنين والجي زد هياها نفس الفي سكوير على الاثنين هنا والجي زد اللي هنا. فبالتالي هو نفس الايه؟ نفس الان هو نفس الاوت بالنسبه لي اللي هو نفس كيس 1 يعني نفس كيس 2. فبالتالي انا ممكن اشيل الاثنين دول ايه؟ مع بعض. طيب بالنسبه بعد كده الجزء الاخير اللي هو بالنسبه لنا اللي هو الدي اي سيستم باي دي تي. الدي اي سيستم دوت اكيد برضو بالنسبه لنا السيستم نفسه ما فيهوش كاينيتيك انرجي وما فيهوش برضو ايه؟ بوتنشال انرجي، بس عشان في ترانسفير دخلت للسيستم فاكيد في كيس 2 ديت الانترنال انرجي اختلفت. يعني اليو 1 كانت بقيمه معينه انا مش عارفها، واليو 2 اكيد هتبقى بقيمه اكبر شويه من الايه؟ من اليو 1. ليه؟ عشان في انترنال انرجي دخلت لها، بس ككاينيتيك انرجي وكبوتنشال انرجي مفيش فيها اي فرق. فبالنسبه لي الدي اي سيستم باي دي تي ديت ممكن نقول عليها عباره عن الدي يو باي دي تي. طيب هنيجي بقى نكتب بالنسبه لنا في الاخر خالص، يبقى انا كده عندي كيو ان دوت هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الدي يو باي دي تي اللي انا ممكن اقول عليها ام دوت في السي في الدلتا تي. في حد عنده سؤال كده في الجزئيه دي؟ احنا كده بالنسبه لنا دي كيو دوت الان ودي ام دوت الان والسي في. طيب احنا لو جينا حبينا مثلا نكتبها بصوره عامه من غير ما نكتب الدوت دي، وكتبناها مثلا كيو ان بتساوي الام في السي في في الدلتا تي، هتفهموا ليه دلوقتي انا كتبتها بالصوره دي. هو المفروض كان مدينا هنا الكيو دوت الان ب 30. طيب انا عندي الكيو ان ديت ممكن اقول عليها عباره عن ايه؟ عباره عن كيو دوت الان مضروبه في مين؟ مضروبه في التايم. يبقى انا كده ممكن اقول من هنا ان الدلتا تي اللي موجوده عندي هنا دي مقسومه على التايم اللي انا استنتجته من هنا، هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن لو جينا ودينا دوت الناحيه الثانيه كده هتبقى كيو ان دوت على الام في السي في. طبعا انت معاك بقى بالنسبه لنا الكيو دوت دي معانا ب 30 واط، والسي في طبعا احنا عارفينها بتاعه الهواء اللي هي المفروض 718 جول لكل كيلو جرام كلفن، او ممكن بقى تكتبها 718 من 1000 كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن على حسب ما انت هتكتبها. هو كان في المساله قال لك هنا ان دوت بالنسبه لنا ايه؟ هواء. طيب الفكره بقى في الام، انا هجيب الام ازاي؟ هو مديك هنا الفوليوم، ممكن اجيب الرو اللي هي بالنسبه لنا اللي هي بتساوي البي على الار تي، وممكن اجيبها بطريقه ثانيه، ممكن اقول ان البي في بتساوي الام ار تي. تمام، سواء جبناها كده او جبناها كده الاثنين صح. طيب الار بالنسبه لي في الحاله ديت هي بتاعت مين؟ بتاعت الهواء. ده الثابت العام بتاع الثابت بتاع الهواء، مش الثابت العام للغازات كلها. تمام، فالثابت بتاع الهواء بالنسبه لنا كان المفروض 287 جول برضو لكل كيلو جرام كلفن. الناس بس تبقى ايه؟ فاكره الارقام ديت عشان هنحتاجها ان شاء الله بعد كده. طيب هو مديني البريشر، مديني فوليوم، ومديني تمبريتشر، ومديني بقى والارب كده كده انت المفروض عارفها. هتطلع من هنا على طول الام، فاحنا كده طلعنا من هنا الام والسي في خلاص معانا، والكيو دوت الان طلعناها، فطلعنا كده اول مطلوب. المطلوب الثاني ان دلوقتي بيقول ان انا دلوقتي عندي الهواء، سمحت للهواء دوت ان هو يبدا ان هو يتسرب من التانك. يعني الريجيد فيزل دوت سمحت ليه بمخرج صغير كده بحيث ان هو يبقى عندي هنا اوتلت معين، فاكيد هيبقى ليه ايه؟ اكيد ليه ام اوت
او ليه ام دوت اوت على حسب بقى ما احنا هنشوف. فبيقول لي ان التمبريتشر از مينتين كونستانت ات 50 درجه. برضو بيقول لي ان درجه الحراره بتاعتي فضلت ثابته، ان تي بتاعتي فضلت ثابته ب 50 برضو ايه درجه. هو عايز الريت اوف اير فلو اوت اوف ذا تانك، يعني عايز الام دوت الاوت دي. هنطبق نفس القانون بتاعنا بس هيبقى فيه اختلاف بسيط بقى، ودوت اللي هيبان فيه الان والاوت، عشان كان في حد بيسال في الجزئيه دي. انا عندي هنا الكيو ان زي ما هي، والدبليو نت زي ما قلنا هتبقى بصفر، وهيبقى عندي هنا الام ان، وهنا هيبقى عندي الام اوت. وكل ده بالنسبه لي هو عباره عن دي اي سيستم لو قلنا بقى بالنسبه لنا للدوت باي دي تي. انت الفكره هنا انت ما عندكش هنا اصلا انلت موجود في الجزء دوت، فبالنسبه لك ده بكام؟ بزيرو. والجزء بتاع الاوتلت المره دي المفروض اللي هو ايه متمثل في الجزئيه دي. طيب والكيو دوت الان طبعا هي بالنسبه لنا ايه موجوده اصلا في المساله دي جيفن. بالنسبه بقى اللي هو الدي اي سيستم باي دي تي، المفروض برضو ان هي هتبقى نفس الفكره دي دي يو باي دي تي. يبقى انا كده يعتبر اللي اختلف عندي هنا ان انا هنا عندي كيو ان دوت دي معايا، وعندي هنا ام دوت اوت في الاتش بلس الفي سكوير على الاثنين بلس الجي زد. وكل دي المفروض ان هي بالنسبه لنا هتساوي الدي يو باي دي تي اللي هي هتبقى في الحاله دي بالنسبه لي. طيب الدي يو باي دي تي دي يا شباب اللي هي المفروض بتاعه السيستم، حد يعرف هتبقى عباره عن ايه قبل ما نتكلم فيها كده؟ انا عندي المفروض هو ده السيستم. هو بيقول لي اصلا ان انا المفروض احافظ على نفس درجه الحراره، يعني الدلتا دي بصفر. حلو، الدلتا ايه هتبقى بصفر، مظبوط. الدلتا ايه هتبقى او الدي يو بقى هتبقى بصفر في حاله واحده، ان تكون الام 1 والام 2 متساويه. ليه؟ لان هي المفروض عباره عن ايه؟ عباره عن ام في حاله اولانيه في سي في تي 1، وهنا برضو ام في حاله ثانيه اللي هي في سي في تي 2، او العكس. يعني المفروض هتبقى 2 ناقص ايه؟ ناقص 1. فهو قال لي فعلا ان درجه الحراره متساويه، يعني البرانشل دوت كده كله متساوي. بس هل ام 2 وام 1 اصلا متساويه ولا لا؟ هي دي الفكره بقى. انت عندك هنا كانت الام 1 كانت ثابته في الحاله اللي فاتت، في الكيس اللي فاتت كانت ثابته على طول. فالام بالنسبه لي سي مثلا طلعتها مثلا ب 8 كيلو جرام سي مثلا. طيب الام اللي هي ب 8 كيلو جرام دي هي بالنسبه لي ثابته على طول، بس الفكره ان هو جه هنا وقام فاتح فتحه صغيره، فالفتحه الصغيره دي هتبدا انها تخرج كتله. فهيجي بعد وقت معين هتبدا الام 2 دي هتبدا انها ايه تقل، مثلا سي تبقى 5 كيلو جرام، والام اوت اللي موجوده عندي هتبقى قد ايه؟ 3 كيلو جرام. ودي طبعا من الكونتينيوتي ايكويشن، تمام. فهي الفكره كده ان الام 1 ديت اللي هي بالنسبه لي الكتله بتاعت الميه كلها اتجزأت لجزئين، جزء خرج بره التانك وجزء زي ما هو لسه موجود في التانك. فبالتالي بالنسبه لنا الام 2 دي كانها هي بالنسبه عباره عن الكيس دي، والام 1 هي بالنسبه لي هي الكيس دي. فيها مشكله كده؟ طيب بما ان طيب السي في تي متساويه زي ما كان زميلكم قال من شويه، فاحنا ممكن ناخدهم عامل مشترك ونكتبهم يو سمول عادي هما الاثنين. فهيبقى عندي كده ام 2 ام دوت 2 ماينس ام دوت 1 في اليو. طيب الام دوت 2 دي ممكن نعوض عنها بقى، اقول له مثلا ان انا هطبق الكونتينيوتي ايكويشن، واقول له فروم كونتينيوتي ايكويشن هقول كده ان انا عندي الام دوت 1 بتساوي الام دوت 2 بلس الام دوت اوت، وابدا ان انا اعوض عن الام دوت 1 في المعادله اللي موجوده عندي هنا دي. فهتبقى كده بالنسبه لي ام دوت 2 زي ما هي ماينس الام دوت 1 اللي هي عباره عن مجموع الاثنين، فهتبقى ماينس ام دوت 2 ماينس ام دوت اوت في اليو. فكده الام دوت 2 ديت هتروح مع الام دوت 2 وهيتبقى لنا ماينس مين؟ ماينس الام دوت اوت. يعني كل دوت في الاخر هيتبقى لي ماينس ام دوت اوت في اليو. طيب هنا بالنسبه لنا مفيش برضو ايه كاينيتيك انرجي ومفيش بوتنشال انرجي، لان بالنسبه لنا في الجزء دوت هو فيه، تمام، فعليا فيه، عشان برضو لو حد سأل هو فعليا فيه. بس انا بالنسبه لي هعتبر ان الفلو بتاعي طالع بشكل ستيدي، تمام، وهعتبر ان قيمه الكاينيتيك انرجي دي صغيره والبوتنشال انرجي صغيره، تمام. ليه؟ لان مفيش داتا اصلا متوفره ليه. كل اللي موجود عندي كده هو مين؟ هو قيمه الانثالبي اللي موجوده عندي هنا دي. قيمه الانثالبي هتبقى عباره عن السي بي في التي، والتي كونستانت سواء بقى انت قلت اتش اوت، هي المفروض اتش اوت، فالتي اوت زي التي ان مش هتفرق، التي كونستانت بالنسبه لك اللي هي قيمه السي بي في التي. خلينا كده نودي والام دوت اوت ديت المفروض مضروبه في اليو اللي هي بالنسبه لنا السي في في التي. هنودي كده الام دوت ديت الناحيه الثانيه ونودي كيو ان، او نودي ديت المفروض بقى الناحيه الثانيه كده المفروض برضو
في غلطة عندنا هنا يا شباب المفروض. الاشاره اللي كانت في الكيو ال دي المفروض الإشارة اللي هنا هي اللي سالب. مظبوط كده، احنا بس كتبناها غلط. انا عايز اقول برضو في حاجة غلط كده. طيب يبقى احنا كده المفروض هنودي ديت الناحية التانية. فكده عندي الام دوت اوت مضروبة بقى بالنسبة لنا هتبقى هنا الاتش اوت اللي هي بالنسبة لي سي بي ماينس السي في في التي، بعد ما خدتهم هما الاتنين عامل مشترك هتساوي الكيو دوت الان. هنطلع من هنا طبعا قيمة الايه الام دوت اوت، وتطلع معايا قيمة ايا كانت ايه هي. في حد عنده مشكلة كده في المسألة دي؟ ومش كده السيستم اتحول اوبن سيستم بعد ما صرف الكتله، صح؟ تمام. طب ليه ما عملناش حساب الفلو انرجي في الانرجي بتاع السيستم الكليه؟ الفلو انرجي اللي هي توصل بيها ايه؟ البي في. هو في السيستم نفسه هو المفروض مطلوب منك الجزء بتاع السيستم اللي هو الكاينيتيك انرجي وبوتنشال انرجي وانترنال انرجي بس كسيستم نفسه. ده كان بقى في الحاله دي لما كان جزء سيستم، لما ده اوبن سيستم بقى مش المفروض انا خدت فيها الجزء بتاع الفلو انرجي بتاع الاوتلت، خدته معايا. ما هو الانثالبي هو فيها منها الجزء بتاع الفلو انرجي بتاع اللي هو الاوت، انما بتاع السيستم زي ما هو مش هيبقى بالنسبه لي الجزء بتاع الانثالبي، هيبقى بالنسبه لي برضو الفلو انرجي اللي فيه هتبقى قليله مش هتبقى كبيره. يعني تخيل كده، يعني خلينا نقربها شويه بالنسبه للجزء بتاع الفلو انرجي دوت. يعني لو جينا قربناها الجزء بتاع الفلو انرجي ده هنا بالنسبه للاوتلت هو هنا طالع بسرعه كبيره، وهنا بالنسبه لي السرعه قليله، فالفلو انرجي اللي موجوده هنا اصلا بالنسبه لك قليله بالنسبه للجزء اللي موجود هنا، فهو ممكن تهملها. يعني اهملتها عشان بس انت حطيتها يعتبر في صوره ثانيه. ما انا بقول لك انت يعتبر حطيتها في الصوره بتاعه الاوتلت، انما هي كان اللي هي في الصوره الاولانيه كانلت مفيش اصلا هنا. اللي هو الانلت بتاعك هو يعتبر كانه هو التانك في الحاله دي بتاعتنا، فهو بالنسبه لك يعتبر حاجه صغيره جدا. تمام. طيب المساله بيقول عندنا سنتريفيجال اير كومبريسور. سنتريفيجال اير كومبريسور المفروض انتوا هتاخدوه بالتفصيل ان شاء الله بعد كده في الهيدروليك ماشين، يعني هتاخدوا الديزاين بتاع الحاجه دي في الهيدروليك ماشين. سنتريفيجال اير كومبريسور بيدينا الاير انتيك. يعني هنفترض كده ان انا عندي بوكس كده معين، والبوكس دوت انا هو الكمبريسور. انا مش هخش بقى في تفاصيل ان الكمبريسور دوت جواه ايه او شكله عامل ازاي. انا الفكره بالنسبه لي هو الانتيك بتاعه والاوتلت بتاعه. فهو بالنسبه لنا الاير انتيك بتاعنا اللي هو الام ان مديهولنا ب 1.2 كيلو جرام لكل مينت، والبريشر والتمبريتشر كونديشن في الانلت مديهولنا ب 100 كيلو باسكال وزيرو، يعني كان مدينا البي ان والتي ان. ونفس الفكره عند الاوتلت مدينا البريشر والتمبريتشر. طبعا احنا في المسائل بتاعتنا في التمبريتشر دايما بنحسبها بالكلفن، عشان برضو الناس برضو ايه ما تبقى لو هي مش فاكره تبقى تفتكر ان احنا هنحول كل السيليزيوس دي كلها لكلفن. طيب بعد كده بيقول لي if heat losses are negligibly small، يعني كده بالنسبه لي ما في يعتبر ما فيش هيت لوسز او ان هي بالنسبه لي مهمله، فكده انا هيعتبر كان الكيونت بالنسبه لنا يعتبر بكام؟ بزيرو، كان السيستم بتاعي دوت يعتبر ادياباتيك. عايز الباور انبوت بتاعه تو ذا كومبريسور. طبعا هو عايز قيمه اللي هو الدبليو دوت ان، وطبعا بالنسبه لنا مفيش باور اوت، يعني الدبليو دوت اوت ديت بالنسبه لي بزيرو زي ما احنا عارفين. فهو عايز القيمه بتاعه مين؟ الدبليو دوت ان. ومديني بعد كده هو جايب لي القيم بتاعتي بتاعه الاير بروبرتيز بتاعه الانترنال انرجي وبتاعه السبيسيفيك فوليوم بتاعه كل واحد فيهم، اللي هو اليو اي والفي اي واليو اوت والفي اوت. طبعا احنا هنستخدم الاثنين دولت في ايه لما نيجي نحسب الانثالبي. المفروض ان هي هتبقى عباره عن البي في بلس اليو. تمام. فانت عندك البي اصلا هو بالنسبه لك هيكون جيفن، سواء بقى هتجيب الاتش 1 او الاتش 2 او اللي هو بالنسبه لنا الانلت يعني والاوتلت هنا في الحاله دي. فانا من هنا جبت الاتش ان والاتش اوت بناء على البروبرتيز اللي موجوده هنا. فديت بالنسبه لي كده كانها هي جيفن، اللي هي كده كان الاتش ان جيفن والاتش اوت برضو كانها بالنسبه لنا جيفن. وطبعا هو الكمبريسور دوت ماشي فيه ايه؟ ماشي فيه اير زي ما احنا عارفين. طيب هو عايز دلوقتي، هنسيب برضو المطلوب التاني دلوقتي. هو عايز دلوقتي المطلوب كان عايز الباور انبوت بتاعه الكمبريسور. نفس الفكره هنطبق برضو الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. فاحنا المفروض هنقول له from first law هيبقى عندي هنا Q net المفروض دي بزيرو، وبعد كده هيبقى عندي بلس W دوت N وهنا ماينس W دوت اوت. انا يعتبر هي المفروض بتبقى ماينس W net. W net ديت اللي هي كأنها W out ماينس W in،
فانا يعتبر كاني فكيتها وضربت على طول في السالب فبقت بالمنظر ده. طيب بعد كده الجزء بتاع اللي هو الانلت والاوتلت. طيب هو عايز باور، يعني عايز دبليو دوت، فاحنا هنخلي برضو ديت ام دوت ودي ام دوت. وهيبقى عندي بعد كده الكمبريسور. من الخصائص اللي احنا كنا بندرسها دايما في الكمبريسور واحنا بندرس ان احنا كنا بنعتبر ان الفلو بتاعي اللي ماشي في الكمبريسور دوت، بالاضافه ان هو كان ادياباتيك، كنا بنعتبر برضو ان الفلو دوت بالنسبه لنا ستيدي. فلما نيجي نحسب الدي اي سيستم باي دي تي، اللي هو بالنسبه لي السيستم في الحالة هو مين؟ هو الكمبريسور. وهو بالنسبه لنا الفلو بتاعي في الجزء دوت هو ستيدي، فبالتالي في تغيره مع التايم هيكون بايه؟ بصفر، لان هو ستيدي فلو. هنيجي نحسب بعد كده الدبليو ان، هتبقى بالنسبه لنا في الحاله دي الام اوت ماينس، طبعا بما ان الفلو بتاعي ستيدي فاكيد الايه؟ الام اي والام اوت ايه؟ كونستانت، لان برضو من الكونتينيوتي ايكويشن ان احنا عندنا الام اي ماينس الام اوت المفروض انها بتساوي الدي ام سيستم باي دي تي. والدي ام سيستم باي دي تي بالنسبه لنا هيبقى بكام؟ بصفر. فهيبقى الام اي هتساوي الام اوت. تمام. فاحنا ممكن ناخد الاثنين دول كده عامل مشترك، فهيبقى بالنسبه لي الام بقى عباره عن اي اوت ماينس الاي اي، والاي ديت ان هي بالنسبه لنا الاتش اوت، وهنا بالنسبه لي هي الاتش ان. هنيجي نحسب بقى اللي هو الاتشات دي. الاتشات ديت يا شباب احنا ممكن نحسبها بطريقتين. لو احنا نفتكر كده احنا كنا ممكن نقول ان الاتش دي عباره عن السي بي في التي، ممكن نحسب الاتش ديت عباره عن البي في في بلس اليو. واحنا يعتبر جبنا الاتش ان والاتش اوت عن طريق القانون دوت، مظبوط. فمن المعادله هتطلع الحل على طول، ده كده الحل ده. هو الفكره بقى في الجزء الثاني بيقول لك لو افترضنا ان الهواء بتاعي هو بيرفكت جاز. طيب ادام بيرفكت جاز يبقى هو بالنسبه لنا السبيسيفيك هيت هي ايه؟ كونستانت. فانا ممكن اعوض على طول بالقانون دوت، لان القانون دوت هو بيربطني ان السي بي بتاعتي تكون كونستانت، فبالنسبه لي هيكون ايه؟ بيرفكت جاز. لو جينا عوضنا بالقانون ده هيطلع تقريبا، يعني خلينا نشوف الحل كده ثانيه واحده. لو عوضنا هنا بالقانون ده هيطلع الدبليو ان ب 1002 واط، وهنلاقي هنا لو عوضنا بالقانون بتاع البيرفكت جاز هنلاقي ان الدبليو ان هيطلع ب 1005 واط. فده يعتبر المساله بيقول لك ان انت التقريب بتاع البيرفكت جاز يعتبر مش بيأثر قوي على النتائج بتاعتك كثيوريتيكال، عشان لما تيجي تطبقها بعد كده في الايه في الابلكيشنز بتاعتك. تمام. رقم 6 يعتبر تعويض في القانون الثاني للثيرموداينامكس. فانا بس انا اخدت المساله لان دي المساله الوحيده اللي هو بيطالب فيها الجزء بتاع الثيرموداينامكس على ما اللي هو الجزء بتاع الانتروبي بس، اللي هو القانون الثاني. طيب هو هنا مديك هنا الان ب1.3، وقال لك ان هو ريفرسبل بروسيس، وبعد كده برضو قال لك ان الاير بتاعي بيحصل له عمليه اكسباندنج من الانيشال ستيت، ومديك هنا يعتبر البي اي والتي اي، ومديك الفاينل ستيت اللي هو البي فاينل بالقيمه دي. عايز يحسب التشينج اوف انتروبي اللي هو الدلتا اس، وهنفترض ان الهواء برضو بيرفكت جاز، ومديك طبعا القيم بتاعت السي بي والسي في. هو مش شرط يديك القيم دي، انت كده كده المفروض تكون حافظها بالنسبه لمين؟ للاير. الدلتا اس المفروض انت في المحاضره عندك تقريبا الدكتور جاب لكم قانونين على ما اتذكر. القانون اللي احنا هنستخدمه بالنسبه للجزئيه دي لو انتوا تفتكروا كده كان عباره عن سي بي لن تي 2 اوفر تي 1 ماينس ار لن بي 2 اوفر البي 1. طب لو جينا بصينا كده على اللي هو مديهولنا جيفن، انت معاك البي 2 والبي 1 اللي هو بالنسبه لنا البي فاينل والبي انيشال يعني، والار طبعا هو بالنسبه لك جيفن، هو طبعا السي بي على وهنا السي في. المفروض ان انت عارف ان السي بي عباره عن السي في بلس الار. لو انت يعني ايه، لو افترضنا ان دوت بيرفكت جاز غير الهواء ومديك القيم بتاعته، فانت المفروض هتطلع من هنا ان الار عباره عن السي بي ماينس السي في، لو افترضنا ان دوت ما كانش هو الهواء. طيب يبقى انت كده برضو معاك الار ومعاك السي بي ومعاك التي 1 او التي انيشال، والفكره بس في التي فاينل اللي هي مش معاك. طيب هو بالنسبه لك ده ريفرسبل بروسيس، وديت المفروض بوليتروبيك بروسيس، لان المفروض انت عندك هنا ان البي في اس ان او البي في اس 1.3، هو يقصد هنا بالجزء ده بتكون كونستنت. فانت المفروض من القانون بتاعنا ان انت عارف ان التي 2 على التي 1 هتساوي البي 2 على البي 1 اس ان ناقص 1 على ان. طب لو هو كان ايزنتروبيك فلو فهتبقى الان ديت بالنسبه لك هي جاما، وهنا هتبقى برضو ايه؟ جاما. تمام. طيب الان هنا بالنسبه لي ب1.3 هعوض عنها في الاثنين، ومن هنا هطلع الايه؟ التي 2. بعد ما طلعنا التي 2 هعوض في المعادله، يبقى انا كده طلعت
الدلتا اس او التشينج اوف انتروبي. الجزء الثاني بقى في المساله او المطلوب الثاني بيقول دلوقتي لو انا عندي بروسيس ثانيه والهواء بتاعي كان في ليه نفس الانيشال ستيت، يعني نفس البي انيشال والتي انيشال هي بنفس الخصائص بتاعتها، والفكره ان انا عملت ثروتلد للاوتلت بتاعي او البي فاينل، عملت له عمليه ثروتلنج فبقت البي فاينل بالنسبه لي في الحاله ديت ب1 من 10 ميجا باسكال، بس الفكره ان انا عملت ليها ايه ثروتل. طيب عايز يعرف التشينج اوف انتروبي. طيب في الثروتلنج يا شباب من الخصائص بتاعتها بيكون عندي الانثالبي بتكون ثابته، فبالنسبه لي الاتش انيشال هي بالنسبه لنا هتبقى هي الاتش فاينل. طيب من الاتش انيشال والاتش فاينل ديت المفروض ان هي عباره عن ايه؟ سي بي تي انيشال، وهنا برضو السي بي تي فاينل، والسي بي بالنسبه لنا هي ثابته عشان بيرفكت جاز فممكن تروح مع الثانيه، وبالتالي هتبقى التي انيشال هتساوي التي فاينل. طيب الجزء ده تقريبا كاكشوال تقريبا كثيوريتيكال ده هي بتساويها، بس كاكشوال تقريبا بيكونوا ايه متساويين. فهو الفكره كلها ان هو من كلمه الثروتلنج دي هو ان انت استنتجت ان درجه الحراره بتاعتك في الانيشال والفاينل هي ثابته، فهو نفس القانون اللي انت طبقت فيه من شويه هو ده، بس لما تيجي تطبق بتي انيشال وتي فاينل الاثنين ثابتين فالمفروض البرانش ده كله هيبقى بكام؟ بصفر، لان لين واحد بصفر، فكل اللي هيتبقى هو الدلتا اس ماينس الجزء دوت وهتطلع معاك بقيمه. هو دوت كده المطلوب الثاني في المساله. فكده المطلوب الثاني بالنسبه لنا عشان برضو لو جينا كتبناه لوحده كده وعباره عن ماينس الار لين بي 2 على البي 1. في حد عنده سؤال؟ طب معلش يا باشمهندس، في المطلوب التاني دلتا اس بالسالب ده معناه ايه؟ لا هي مش هتبقى بالسالب. انت المفروض لما تيجي تطلع في الثروتلنج من خصائص الثروتلنج برضو دايما ان الفيلوسيتي ان الفي 2 بتكون اكبر من الفي 1 وان البي 2 هتكون اصغر من البي 1. تمام. طيب بي 2 على البي 1 لما تكون اصغر من الثانيه هتبقى القيمه دي اقل من الواحد. اقل من الواحد فلان رقم اقل من الواحد هيطلع معاك الفاليو دي كده كلها بسالب، فسالب لما يتضرب في سالب هيبقى موجب عادي. تمام. يعني انت جربها معاك في البيت كده هتطلع معاك موجب عادي. يعني برضو خليني كده ثانيه واحده اقول لكم كان طلعت بكام. يعني المفروض هتطلع معاك بالموجب ب 315 و3 من 10 جول لكل كيلو جرام كلفن. رقم 8 زي 9 ماشي، فاحنا هنحل رقم 9 و8 في الغالب هتبقى متطلب منكم ان شاء الله. يعني ان شاء الله احنا بالنسبه للمسائل اللي هنطلبها كاساينمنت هتتطلب بعد السكشن الثاني، بحيث ان احنا نكون خلصنا معظم مسائل الشيت والمسائل الثانيه نفس الافكار هنبقى نطلبها منكم باذن الله. في رقم 9 هو مديك هنا هيدروجين اكسباندد ايزنتروبيكالي، بيبدا انه يبقى انا كده عرفت ان دوت بالنسبه لنا ايزنتروبيك فلو، يعني انا كده بالنسبه لي ادياباتيك وريفرسبل، وقال ان هو بالنسبه لنا موجود في نوزل، والنوزل بالنسبه لي بيكون الشكل بتاعها بالمنظر ده. الانيشال ستيت بتاعتي لو افترضنا ان انا عندي انيشال ستيت هنا وديت بالنسبه لنا هي الفاينل ستيت، وافترضنا ديت مثلا الانيشال ستيت اسمها 1 وهنا الفاينل ستيت اسمها 2، فهو قال لي ان انا عندي انيشال بريشر يبقى انا كده معايا البي 1 وانا عندي كده الفلو، وقال لي نيجليجابل فيلوسيتي يعني انا كده يعتبر الفي 1 تقريبا بصفر او هنعتبرها بصفر، ومديني الفاينل بريشر او البي 2 بقيمه معينه اللي هي ال 100 كيلو باسكال، ومدينا الانيشال جاس تمبريتشر اللي هو التي 1، وبعد كده بيقول لي اسيوم ستيدي فلو، يبقى انا كده عرفت ان دوت برضو من خصائصه ان هو ستيدي فلو. وقال لي برضو ان الهيدروجين دوت يعتبر بيرفكت جاز، ومديني السي في ومديني الار بتاعته. طيب ادام مديني السي في والار يبقى انا كده ممكن اقول له ان السي بي عباره عن الار بلس السي في، يبقى انا كده جبت قيمه السي بي. طيب لو انا برضو عايز اجيب قيمه الجاما فالجاما بتاعتي عباره عن السي بي على السي في، يبقى انا كده جبت كل الايه الخصائص بتاعه او البروبرتيز بتاعه الايه بتاعه الهيدروجين كده، عشان ممكن نحتاج الكلام دوت في المساله. عايز يحسب الفاينل جاز فيلوسيتي، يعني عايز يجيب الفي 2 وعايز كمان الماس فلو ثرو ذا نوزل فور اكزيت اريا، يعني مديك هنا الاي 2 مديها لك جيفن، وعايز يجيب الام. طبعا هو ادام هو ستيدي فلو فاكيد الام 1 هي بالظبط الام 2، عشان كده هو قال لك عايز الماس فلو اللي موجود خلال النوزل وخلاص. طيب خلينا نبدا كده. اول حاجه ان هو عايز يجيب الايه الفي 2. طيب احنا هنطبق الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، فهيبقى عندي هنا ادام هو ايزنتروبيك يبقى اكيد الكيو نت بتاعتي بكام؟ بزيرو، لان هو المفروض ان هو ادياباتيك ريفرسبل، فكده الكيو نت بتاعتي بكام؟ بزيرو.
كدبليو نت برضو مفيش اي شغل موجود هنا في الجزء بتاع النوزل دوت، مجرد بس ان في هواء ماشي من هنا لهنا، مفيش اي شغل بيأثر عليه، سواء شغل داخل النوزل او خارج منه. فبالنسبه لنا كده الكيو نت ماينس الدبليو نت، الاثنين دول كده يعتبر بالنسبه لنا بصفار، وهيبقى عندي هنا الام اي الاي اي ماينس الام اوت اي اوت. كل ده بالنسبه لي هيساوي لو قلنا دي ام دوت ودي ام دوت هيساوي الدي اي سيستم باي دي تي، وديت برضو بالنسبه لنا بصفر عشان ايه؟ عشان الستيدي فلو. يبقى انا كده كل اللي فاضل لي في المساله هو الانلت والاوتلت. طيب بما انه ستيدي فلو فاكيد برضو الام اوت هتساوي برضو الام ايه؟ الام دوت اي. فبالنسبه لنا ممكن اصلا نطيرهم، فكده كل اللي انا اتبقى لي ان الاي اي بتساوي الاي اوت. يعني ايه؟ يعني الاتش اي بلس الفي اي سكوير على الاثنين بلس الجي زد هتساوي الاتش اوت بلس الفي اوت سكوير على الاثنين بلس الجي زد. طيب لو افترضت كده ان انت مثلا الفلو بتاعك ماشي بالمنظر ده كده في الاتجاه ده، وانت عندك مثلا الديتم لاين بتاعك هو ده، فانت كده عندك ارتفاع هنا زد، ونفس الارتفاع هنا هو ايه؟ هو الزد. تمام؟ فانت هتعتبر ان الفلو بتاعك ماشي كشكل هوريزونتال كده، فكأن الجي زد ديت مع الجي زد ديت بالنسبه لنا هيروحوا مع بعض. اللي هيتبقى لنا كل اللي هيتبقى لنا ايه؟ هيتبقى لنا الاتش اوت والاتش اي والفي انيشال سكوير. هو قال لك اعتبر ان السرعه بتاعتي في الحاله الانيشال بصفر، فبالنسبه لي البرانش ده برضو هنبقى بكام؟ بصفر. هيتفضل لنا كده الاتش اوت اللي هو الفي 2 اللي هو عايزه اصلا، قصدي هيتبقى لنا الجزء ده. هنيجي نحسبه كده، يبقى كده عندي الفي 2 هتبقى عباره عن جذر 2 في الاتش اي ماينس الاتش اوت. طيب هو قال لي في المساله ان دوت بالنسبه لنا بيرفكت جاز، فدام بيرفكت جاز الاتش عباره عن السي بي في التي. هو بالنسبه لي في المساله مديني التي واحد بس التي 2 مش معايا، فانا محتاج ان انا اجيب الايه؟ التي 2. طيب بما انه هو ايزنتروبيك فلو، فمن خصائصه ان التي 2 على التي 1 هتساوي البي 2 على البي 1 بس اس جاما ناقص 1 على جاما. طيب احنا حسبنا خلاص الجاما بتاعتنا في اول خطوه خالص لما قلنا ان هي عباره عن السي بي على الفي على السي في، ومعانا في المساله البي 1 ومعاك كمان البي 2، فيبقى انت كده ومعاك التي 1، يبقى انت كده من هنا نقدر نطلع من هنا التي 2 هتكون معانا جيفن. يبقى انا كده بالنسبه لي السرعه هتبقى عباره عن جذر 2 في السي بي، هناخده عامل مشترك للتي 1 ماينس التي 2. تمام؟ ويبقى احنا كده طلعنا الايه؟ الفي اوت. في حد عنده سؤال في الجزئيه دي؟ طيب المطلوب الثاني ان هو عايز الام. هو مديك الاي اكزيت في المساله، فانت هتطبق كونتينيوتي ايكويشن على طول ان الام بتساوي الرو في الايه؟ في الفي. بس ده بالنسبه لمين؟ للاوت اللي هو الاي اوت الفي اوت والرو اوت. طب هو مديك الاي اوت جيفن، وانت جبت الفي اوت اصلا لسه جايبها دلوقتي هتعوض بيها، فاضل لك الايه؟ الرو اوت اللي هي بالنسبه لك هتبقى البي 2 على الار في التي 2. هتعوض تجيب الرو اوت، يبقى انت كده طلعت الايه؟ الماس، ويبقى انت كده خلصت المساله كمطلوب اول ومطلوب تاني. كربون ديوكسيد فلو هو بالنسبه لنا اللي هو السي او 2. هو في المساله دي لو مش عارف هو كان مدينا الخصائص بتاعتها او هنحتاج الخصائص بتاعتها ولا لا، بس لو احنا افترضنا ان احنا محتاجين الخصائص بتاعتها اكيد لازم يديها لك، بس هنشوف دلوقتي واحنا بنحل المساله. هو بيقول لك ان دلوقتي عندي سي او 2 موجود في الهوريزونتال داكت، انا كده عندي هوريزونتال داكت بالمنظر ده، عندي 7 بار. يبقى انا كده هفترض ان انا عندي اي سيكشن في الداكت دي، قطعت سيكشن كده عند واحد، والفلو بتاعي اللي هو بتاع السي او 2 دوت ماشي كده، وكان عند السيكشن دوت البي 1 ديت بالقيمه اللي هي ب7 بار ابسوليوت وب 300 كلفن، يعني التي 1 برده ب 300 كلفن، والفلوسيتي بتاعتها الفي 1 مديهولنا، يبقى كل دوت معانا كده ب 10 متر بير سكند، 10 متر في الثانيه. وبعد كده بيقول لي اد داون ستريم لوكيشن. داون ستريم لوكيشن يعني في منطقه قدام شويه او في مكان قدام شويه، فانا هفترض ان انا هقطع سيكشن بالمنظر ده هنا كده اللي هو 2، ويبقى دوت بالنسبه لنا هو الداون ستريم لوكيشن بتاعي. قال ان البريشر فيه بكام؟ ان البريشر فيه ب 3.5، وان التمبريتشر بتاعتي ب 280 كلفن. وبعد كده بيقول لو 14 كيلو جول لكل كيلو جرام اوف هيت از لوست باي ذا فلويد بتوين ذيس لوكيشن، يعني بين التو لوكيشنز بين 1 و2 ده في المفروض عندي هنا هيت لوست بالمنظر دوت او كيو لوست، بس ناخد بالنا ان هي كيو لوست بس بير كيلو جرام. يعني ايه؟ يعني ديت كانها كيو لوست
لكل ايه للايه بالنسبه للماس او بير يونت ماس يعتبر. يبقى ديت بالنسبه لنا كده ايه جيفن اللي هي الكيو لوست على الام. عايز يحسب بقى الفيلوسيتي اللي موجوده عند السكند لوكيشن، يبقى هو كده بالنسبه لنا هو عايز يجيب الفي 2، نخليها كده في 2 عادي. والمطلوب الثاني هو عايز يجيب الريشيو بتاعه الانيشال تو فاينل ارياز، يعني عايز يجيب الاي 1 على الاي 2. طيب ناخدها كده واحده واحده، نفس اللي احنا كنا بنعمله عادي خالص. انت بالنسبه لك دي هوريزونتال دكت، تمام؟ فهوريزونتال دكت يعني ايه؟ يعني انت عندك يونيفورم ماس دي هوريزونتال دكت، ده مش ملهاش نفس الماس، معلش. يعني واحنا بنرسمها كده هنخليها مثلا باي شكل تاني، زي مثلا هنخليها كده عشان بس يبقى باين الايه التو كيسز. هو قال لك ان هو هوريزونتال دكت، فاكيد البوتنشال انرجي بتاعتي اللي هي جي زد هتكون بالنسبه لنا بكام؟ بصفر. وان الفلو بتاعي برضو اللي موجود هنا برضو هعتبر برضو ان هو بالنسبه لنا يعتبر ستيدي فلو. خلينا كده نعوض عن الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، ان احنا هنا عندنا كيو نت، والكيو نت ديت انا ممكن افكها اللي هو كيو ان ماينس الكيو اوت. والكيو اوت بالنسبه لي اللي هي ايه؟ اللي هي كيو لوست اللي هو اصلا مديها لي في المساله، بس هو في المساله مديني كيو لوست بريونت ماس، فهنظبطها دلوقتي. فانا كده كيو ان نت ديت عباره عن كيو اي ماينس كيو لوست، وكيو اي ديت بالنسبه لي هي بكام؟ بصفر. وبرده اكيد ما فيش شغل بالنسبه لنا في الدكت دي، فبالنسبه لنا الدبليو نت بالنسبه لي كلها هتبقى بصفر. وبعد كده هيبقى عندي هنا الام واحد، ممكن نخليها ام واحد اي واحد ماينس الام 2 اي 2. كل ده بالنسبه لنا هيساوي الدلتا اي سيستم اللي هي عباره عن الدلتا يو زائد الدلتا كاينيتيك انرجي زائد الدلتا بوتنشال انرجي. وبرضه ايه بالنسبه لنا الاثنين دولت بالنسبه لي بصفر. الفلو بتاعنا في الهوريزونتال داكت ده المفروض اصلا في المساله دي كان يجي يقول ان بالنسبه لنا ان الفلو بتاعي هنا او السي او 2 دوت بالنسبه لي هو بيرفكت جاز، وان هو ستيدي فلو. ليه هنقول ستيدي فلو؟ لان بالنسبه لي الماس هنا هتكون ايه؟ متساويه. وبرده بالنسبه لي لما اجي افك دوت هتبقى الام في السي في في الدلتا تي هيكون برده ليها نفس الايه؟ نفس الماس بتاعتي. يعني الام واحد هي الام 2 هي بالنسبه لي الام سيستم، فالماس بالنسبه لي متساويه في كل ايه؟ في كل نقطه بالنسبه لي في الايه؟ في الجزء دوت، على اعتبار ان انا اعتبرته ان هو ستيدي فلو. وعشان هو ستيدي فلو اعتبرت كمان الكاينيتيك انرجي بتاعه السيستم بتاعتنا والبوتنشال انرجي بتاع السيستم هو ايه؟ صفر. لان الكاينيتيك انرجي بتاعه السيستم هي بالنسبه لي هتبقى ثابته مش هتتغير. طيب يبقى انا كده عندي ماينس الكيو لوست، وهنا بلس الام دي هاخدها عامل مشترك، هيتبقى لي هنا اي او اي واحد ماينس الاي 2. والاي ديت هفكها، وهو بالنسبه لنا كان قال ان دي هوريزونتال دكت، فالجي زد هنا والجي زد هنا بالنسبه لنا قد بعض على اساس ان هم هيبقوا في نفس المستوى كده. فلما اجي اكتب الجزء بتاع الجي زد ايه؟ الاثنين هيشيلوا بعض، فهيبقى عندي هنا اتش واحد زائد الفي واحد سكوير على الاثنين ناقص اتش 2 ناقص الفي 2 سكوير على الاثنين. وانا يعتبر طيرت الجي زد واحد والجي زد 2 مع بعض. كل ده بالنسبه لنا هيساوي الام في السي في للدلتا تي. طيب والاتش ديت انا ممكن اكتبها ان هي عباره عن السي بي في التي 1، وهنا برضو عباره عن السي بي في التي 2. خلينا ناخد كده الماس عامل مشترك ونودي دي كده ونودي الكيو لوست الناحيه الثانيه كده. فهيبقى عندي لما اجي اخد الماس عامل مشترك هيتبقى لنا هنا H1 وهنا V1 سكوير على الاثنين ماينس ال H2 ماينس ال V2 سكوير على الاثنين، تمام؟ وكمان هنزود عليها ماينس السي في دلتا تي. كل ده بالنسبه لنا هيساوي الكيو لوست. طيب هنيجي نبص هو في المساله اصلا كان عايز ايه؟ هو عايز ال V2 سكوير دي، ده بالنسبه له هو الايه؟ اللي ناقص. واحنا قلنا بالنسبه لنا ديت عباره عن سي بي في تي 1 وهنا سي بي تي 2، فده معانا وده معانا. والماس بتاعتي هعمل ايه؟ هقوم قاسمها على البرانش دوت، فهتبقى كانها مش موجوده كده، كانها كيو لوست على الام. وهو اصلا مديك في المساله الكيو لوست على الام كانت ب 14 جول كيلو جول لكل كيلو جرام. وانت طبعا تاخد بالك في المساله ان انت في التحويلات الكيلو جول هنحوله هنضرب في 1000. هنحسب بقى كل دوت. انت معاك التي 1 عادي ومعاك التي 2، ونفس الفكره هنا برضو هتحسب برضو السي في اللي هو تي 1 اللي هو بالنسبه لنا هنا تي 2 ناقص التي 1، تمام؟ وفي الاخر هيتبقى لك الايه؟
الفي 2 سكوير. في حد عنده مشكله كده؟ طيب المطلوب التاني كان عايز ايه؟ كان عايز الاي 1 على الاي 2. هنطبق بقى continuity equation عادي خالص، ان انت عندك ادام الماس كانت ثابته، فاكيد الماس في الحاله الاولانيه هتبقى ثابته مع الحاله الثانيه. هيبقى لما نيجي نجيب الانيشال على الفاينل اللي هو الاي 1 على الاثنين، هتبقى بالنسبه لنا هنا رو 2 على رو 1 في الفي 2 على الفي 1. الفي 2 احنا جبناها والفي 1 يعتبر جيفن، فانت معاك الايه الريشيو دي كلها. الفكره في الريشيو ديت بالنسبه لنا هنحسبها عادي، ان انت عندك ان الرو اصلا بتساوي البي على الار تي. فانت لو انت عايز تحسبها على طول كده كريشيو على طول، هما الاثنين فوق بعض كده على طول، فانت ممكن تقول بي 2 على التي 2، وهنا بالنسبه لنا هتبقى هنا تي 1 وهنا هيبقى بي 1. دي بعد ما تيجي تقسم الاثنين على بعض المفروض هتطلع معاك بالمنظر دوت، على اساس ان الار بتاعتك ايه ثابته. وانا يعتبر قصدت ان انا اعملها كده لان هو مديك اصلا في الايه في الفلو بتاعك ان هو مديهولك سي او 2 ومش مديك ليها بروبرتيز، فانت لما تيجي تحسب الار انت مش عارف الار اصلا بتاعت السي او 2 ديت بكام. تمام؟ بس كريشيو لما تيجي تقسمهم الاثنين على بعض هتلاقي ان الار راحت مع الار، فهيتبقى لك بي 2 في تي 1 على تي 2 في بي 1 مضروبه بقى في الفي 2 على الفي 1. يبقى انا من هنا طلعت ان الاي 1 على الاي 2 بتساوي الجزء ده كله. ولو خدتوا بالكم كده الاريا او المساحه بتاعتي بتكون فانكشن في ايه؟ في البريشر والتمبريتشر والفيلوسيتي، والكلام دوت هيفرق معانا ان شاء الله قدام لما نيجي نعمل ديزاين للايه لنوزل مثلا معينه في الجاز داينامكس قدام باذن الله. في حد عنده سؤال كده يا شباب؟ يعني اتمنى السكشن كان خفيف عليكم وتكونوا فهمتوا. ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى هنخلص النص الثاني. النص الثاني خاص اكتر بالمعادلات بتاعه الرينولد اللي هي بالنسبه لنا الكونتينيوتي ايكويشن، المومنتوم ايكويشن، والانرجي ايكويشن. معظم المسائل كلها هتبقى في الجزء دوت. دي كده يعتبر هي المسائل، معظم المسائل الخاصه بالجزء اللي هو فيه ثيرموداينامكس.